كل كحكه لها حكايه، اقسم بالله بجد. بصوا شايفين الكحك؟ كيلو دقيق، كيلو دقيق عمل لك 2 كيلو كحك. شايفين؟ شايفين؟ كيلو دقيق عمل لك 2 كيلو كحك. اقسم بالله حرفيا تحفه 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 تحفه. ما تقوليش بتشرب من بره، ما تقوليش هو بصي اعمليه واعمليه بنفس الطريقه وتعالوا قولي لي رايك ايه. حاجه عظمه، حاجه ما حصلتش، اقسم بالله بجد. انا مش عايزه اكسر فيه كتير، بس حرفيا دايب دايب دوب دايب دوب دوب. بصوا بصوا عامل ازاي، تحفه تحفه جدا. النتيجه ابهرتني، اقسم بالله النتيجه ابهرتني بالفتحه والكسره والضمه وكل المحتويات. حلو جدا، طعمه حلو قوي 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 بجد. عارفين ما بتلاقوش في البق، والله العظيم بجد مش بتلاقيه في البق. انا مش عارفه الاضاءه مالها كده احسن ولا ايه. حرفيا ما بتلاقوش موجود في بقك اصلا، دايب دايب دوب كده. تعالى اقول لك على المقادير، بسم الله كده وصلي على الحبيب، وتعالى نشوف العظمه دي يعني عملناها ازاي. حط التاتش بتاعك بقى، حبه سكر بودره واديله ادي، اديله ادي، اديله ادي بصراحه. يعني بصي اعملي اللي انت نفسك فيه اعملي اللي انت نفسك فيه. حبه كحك عظمه عظمه كده. طب بصي يا جنى، احياء النبي لا تقولي رايك بصراحه، احياء النبي بس السلام. ايه رايك؟ قولي بقى. تحفه بامانه بجد، مع انا ما بحبش الملبن بس لا تحفه خطير. شايفين؟ تحفه بجد، ابهرني اقسم بالله. سلامتك يا روحي. بصوا حاجه كده ما حصلتش ما حصلتش ما حصلتش ما حصلتش. يلا كده بقى نسمي الله ونصلي على الحبيب ونبدا مع بعض نشوف الفيديو في ايه. يلا كده نعمل اول خطوتين. تمام، معانا الملبن بتاعنا هنقطعه، ولو عايزه تضيف عليه بقى لوز، كاجو، فستق، عين جمل، شوفي انت بتحبي تحشي ايه. اعملي زي حالاتي كده وقطعته، وهضيف عليه اضافه حلوه جدا مع بعض. دلوقتي هتشوفوها حالا. نص معلقه قرفه صغيره هتوديلك الملبن طعمه في حته تانية خالص. تحفه تحفه تحفه. شفناه في اول الفيديو قد ايه كان هو بجد جميل بامانه، اقسم بالله العظيم. لو الكحك فيه اي عيب لو كنت قلت لكم عليه، او ان هو مثلا مش كويس او مش حلو، لانه مش هيخليكم تهدروا او تكلفوا نفسكم في الفاضي. وحطيت عليه كمان معلقه سمنه بلدي وعجنته معاكم زي ما انتم شايفين كده. دي اول خطوه عملتها خالص لما بسمي. لو هبدا اخش اعمل كحك، عملت الملبن وحطيته على جنب. وكمان جبت كوبايه الا ربع من الميه، حطيت عليها معلقه كبيره من الخميره. تمام، وحطيت عليها معلقتين من السكر، وهدوبهم وبرده اركنهم على جنب. دول الحاجات اللي انا عايزاها تاخد مثلا قيمه ايه 5 دقايق او 10 دقايق كده. تمام تمام. وهنبدا مع بعض دلوقتي حالا نجيب بقى البوله بتاعتنا والكيلو دي بتاعنا. كل المحتويات اللي انا بكتبها لكم دي وبقولها لكم دي، اللي انا هنمشي مع بعض خطوه خطوه فيها، دي مقادير كيلو من الدقيق. تمام تمام. كيلو دقيق عليه نص معلقه صغيره من الملح، عليه اللهم صل على النبي معلقه من البيكنج باودر، عليه معلقه من ريحه الكحك او الفانيليا، ممكن تبدلها بفانيليا، ريحه الكحك او الفانيليا زي ما انت عاوز. وحطيت معلقتين كبار من السمسم، وحطيت غطا بس من ريحه الموز. لو عايزاها مش عايزاها شيليها زي ما انت عايز. وقلبت كل المواد الجافه دي مع بعض. تمام كده تمام كده. ومعايا بالظبط كيلو الدقيق هياخد معاكي نص كيلو من السمنه، سمنه على زبده او سمنه بس. تمام تمام. يبقى كيلو الدقيق هياخد معاكي نص كيلو من السمنه او سمنه على زبده زي ما قلت لكم. وهبدا ابسسه. دي اسمه تبسيس. التبسيس ده يعني احلم، يعني ان انت تشربي كل الدقيق اللي معاكي يتشرب من السمنه. يعني مفيش حاجه اسمها الدقيق الحبه الدقيق دول ما خدوش من السمنه، او السمنه منفصله عن الحبه الدقيق. لا، كله لازم كله يتشرب مع بعضه، وتخليه كده متجانس مع بعضه، وكله كله كله متغلف بالسمنه اساسي. من يعني حوالي 10 دقايق تقعدي تبسسي كده. تمام تمام. طيب هتعملي ايه تاني يا احلام؟ اهو دي الخطوه دي عشان تعرفي ان التبسيس معاكي تمام والدنيا تمام.
لو حاسه ان هو شقق منك يبقى هو عايز حوالي معلقه سمنه، شايفين؟ عايز حوالي عايز معلقه سمنه كمان، عاوز يتبسس معاكي كويس جدا. اهو لما بسسته مع بعض طلع معايا الخطوه نجحت تماما. حطيت معلقه سمنه واحده وبسسته تاني من اول وجديد، وبعدين ضفت عليه. خلاص انا كده خلاص خلصته، ضغطت عليه عملت له كده اختبار، ما شقتش معايا وبقت زي الفل، يبقى احنا كده تمام. مجرد ما تحطي عليها الخميره هتلاقيه اتشرب معاك الخميره بسرعه بالميه ونشفت، ما تقلقيش منها. تمام تمام. هتحط عليها ازيد من ربع كوبايه اللبن، من ربع كوبايه لبن، ازيد من ربع شويه. تمام. هتحط ربع كوبايه لبن. لو ممكن تستبدلي اللبن بمعلقتين لبن بودره، تستبدلي اللبن لو عندك لبن بودره. لو كان عندي لبن بودره ما كنتش حطيت لبن اللي هو اللبن السائل الحليب. لو عندك لبن بودره تحطي معلقتين لبن بودره. تمام تمام. وتبداي تعجني معاكي كده. هتعملها برضو اختبار، تشوفها شققت معاكي ولا ما شققتش. كده بقت معايا زي الفل، يبقى كده احنا كده تمام وخطواتنا ماشيه زي السكر. نعمل تاني. شايفين؟ دي ما كانتش، دي كانت من اللفه، ما شققتش ولا حاجه. كده يبقى معايا تمام. هنبدا مع بعض بقى نقطع كده الملبن معايا ونعمل دي اول واحده كده كانت جانا بنت عملتها، وقالت لي تعالي بقى اما اعمل معاكي يا ماما. بصراحه كان اصلا وانت بتعملي كده كان ريحه العجينه نفسها ما شاء الله اللهم بارك. في الاثناء دي تكون انت مولعه الفرن بتاعك عشان الفرن بتاعك يسخن. كيلو الدقيق زي ما قلت لكم في اول الفيديو، كيلو الدقيق الواحد عمل لي 2 كيلو كحك. يعني 2 كيلو، الحاجات بسيطه جدا، هما 2 كيلو كحك. تمام تمام. هنعمل مع بعض اهو زي ما انتم شايفين، وهنبدا نحشي. انا بعمل وجنى بتعمل، انا بعمل وجنى بتعمل. بتجيبيها كده بتعمليها في ايدك كده، بتعربناها في ايدك وكرة صغيرة كده وتفتحيها من النص وتحشيها وتكوريها تاني وتحطها كده على الصينية وترص الصينية بتاعتك لحد ما تخلصيها، وبعد كده تنقشها النقشة اللي انت عايزاها. تمام تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده هبدأ انقشها معاكم. ممكن تنقشها بالشكل ده، ممكن اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ممكن بالشوكة، المهم الطريقة اللي انت عايزاها او الطريقة اللي انت حباها زي ما انت عاوز. تمام كده تمام كده. في الاثناء دي زي ما قلت لكم الفرن بتاعنا سخن.